السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة تأويل الأحلام. هنا بنقدم تفسير الأحلام بطريقة مبسطة وواضحة على قد ما نقدر من غير تأهويل ولا تخويف. لو حلمك شاغل بالك سيبه في تعليق وأنا هرد عليه، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل الفيديو بشير وتفعلوا الجرس واحدة واحدة مع بعض. النهاردة هنتكلم ايه؟ لما حد بيحلم كده مثلا ان هو اشترى ملابس او اشترى ملابس جديدة. تعالوا نشوفوا مثلا حلم ان انت اشتريت ملابس جديدة معناه ايه. هنا بيقولك اذا حلمت انك تشتري ملابس جديدة فهذا دليل على زواجك قريب جدا. يعني لو انت او انتي، لو على حسب حالتك الاجتماعية، بنفسر الحلم على حسب الحالة الاجتماعية. فهنا إذا حلمت بإنك تشتري ملابس جديدة، لو حلمتي أو حلمت، لو أنت رجل مثلا أعزب لسه، حلمت إن أنت بتشتري ملابس جديدة فهذا دليل على زواجك قريب بإذن الله. ولو أنتي عزباء وبنت، فإذا حلمتي إنك بتشتري ملابس جديدة فهذا دليل على زواجك قريب جدا بإذن الله. طيب، في أحلام تانية بتدل على الشفاء. تمام. لو انت مثلا لو انت او انتي حلمتي بان انتي استشفيتي من مرض في المنام، يعني كنت تعبانة وحلمتي ان انتي خفيتي في المنام او تم الاستشفاء في المنام. ده بيدل على ايه؟ بتدل على ان ان بعضكم هيتخلص من التعطيل والسحر وان هو قرب الزواج او الحمل او الراحة باذن الله. يعني اللي بيحلم في المنام ان هو استشفى من مرض او من تعب او من حاجة تعباه او من حاجة مضايقاه، فان شاء الله الشفاء التام من المرض باذن الله، او من الاسحار او التعطيل او السحر، او قربتي الزواج او الحمل ان شاء الله. يعني البعض منكم حلم بالشفاء من الامراض اللي عنده، فده بيدل على التخلص من السحر والاعمال وان في التعطيل اللي تتخلص منه والراحة والحمل بإذن الله، وقرب الزواج اللي هو متعطل عنده الزواج، واللي متعطل عنده الحمل، واللي متعطل عنده أي حاجة، فإن شاء الله ربنا هيشفيه بإذن الله. في علامات بتدل على المشقة في المنام. يعني في علامات بتدل على المشقة في المنام. علامات المشقة في المنام بتدل اللي هي بتدل ايه؟ يعني مثلا حاسة ان انتي في مشقة في الحياة، فبتدل على ان انتي بتحلمي بالشوارع الضيقة. يعني مثلا حاسة بحياتك تعبانة او حياتك من فيها شيء من متعثر. يعني العلامات المشقة في المنام دي يعني بتحلمي بإيه؟ بتحلمي بشوارع ضيقة، البيوت المهجورة، الأماكن المظلمة، التين، الرسوب، الصحراء، المحلات المغلقة، صعوبة القراءة والكتابة والتوهان. ده معناتها ان انتي في مشقة في حياتك او في تعب في حياتك وانتي مش قادرة تتخطيه او مش قادرة تبشريه او مش قادرة تعملي حاجة فيه. فانتي لو حلمتي بالشوارع الضيقة فهتحسي ان انتي في مشقة في حياتك، هتحلمي بشوارع ضيقة. لو في مشقة في حياتك وتعب في حياتك في البيوت المهجورة، لما تلاقي البيوت المهجورة في المنام ده تدل على ان انتي في مشقة في حياتك مش عارفة تتعاملي فيها او تعبانة منها. الاماكن المظلمة، حاسة ان في اماكن مظلمة، ده في مشقة وتعب في الحياة. التين والرسوب، الرسوب يعني سقطت في الامتحان او في حاجة سقطت فيها. التين ده اللي هو مطرح الشتاء، مطرح مية في الشارع كده يعني. تمام. صعوبة القراءة والكتابة، يعني حاسة ان انتي مش عارفة تكتبي ولا تقري. المحلات المغلقة والصحراء والتوهان، حاسة ان انتي تايهة، حاسة بتوهة. تمام. كل دي علامات بتدل
ان الحياة تعبانة عندك او في مشقة في الحياة. طيب، آه انا جيت لكم النهاردة، اتكلمت معاكم في كذا حاجة كده بسيطة، وان شاء الله قريب اكلمكم في حاجات كتيرة. واللي عاوز يحط الحلم بتاعه وانا افسره له، يحطه في القناة في التعليق، وبإذن الله افسر لكم الحلم. لو استفدت اعمل لايك واشترك في القناة، وشوفوا بقى ايه التفسيرات بإذن الله قريب جدا. وبكده نكون وصلنا لنهاية التفسير، وربنا يجعل أحلامكم كلها خير وبشرة. لو عجبكم الفيديو دعمونا بلايك واشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.